هقولك ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تعمل تصميمات سوشيال ميديا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. كل اللي عليك هتكتب تفاصيل التصميم اللي محتاجه، والموقع هيعملهولك بطريقة احترافية جدا. وكمان الموقع اللي هقولك عليه النهاردة مجاني وسهل الاستخدام. بس قبل ما نبدأ خلينا نعمل لايك وشير، ويلا بينا نبدأ. الموقع اللي هنستخدمه النهاردة اسمه بيكليمان. الموقع مجاني 100%، وهسيب لك رابط الموقع في الوصف. لما نفتح الموقع هنلاقيه بالشكل ده. أول حاجة هنسجل بالإيميل بتاعنا في الموقع. هيفتح لنا الصفحة الرئيسية. بعد كده هنضغط على كرييت، هيفتح لنا الصفحة ديت. بعد كده بتحط وصف للتصميم بتاعك. هنا انا هكتب له سوشيال ميديا ديزاين فور واتش، يعني عاوز تصميم سوشيال ميديا لساعة. طبعا انت كل ما تكتب تفاصيل اكتر هيطلع لك التصميم زي ما انت عاوز بالظبط، بس انا هكتبه هنا بشكل عام وهشوف هيديني ايه. بعد كده هظبط الاعدادات اللي فوق. اول حاجة هختار الستايل بتاع التصميم، عاوزه ناتشرال ولا مرسوم ولا ايه بالظبط. فانا هختار تاني خيار. بعد كده الريشيو اللي هو مقاس التصميم، على حسب المنصة اللي انت هتنشره عليها هتختار التصميم. فانا هختار مثلا التصميم اللي هو 1:1. بعد كده الكواليتي، بعد كده بتختار عاوز كام نتيجة، يعني ساعة ما نضغط جنريت هيديني كام صورة. انا هقول له 2، وبعدين نضغط جنريت ونستنى النتيجة. زي ما انت شايف النتيجة مرضية جدا. وتعالوا نجرب حاجة تانية. هنكتب مثلا سوشيال ميديا بوست فور برجر، اللي هو تصميم سوشيال ميديا البرجر. طبعا انت لو عندك مشكلة في اللغة الانجليزية هتترجم على جوجل ترجمة وبعدين تستخدمه هنا. بعد كده هنختار برضو الستايل بتاع التصميم. خلينا المرة دي نختار اول خيار وبعدين نضغط جنريت. هيديني النتيجة زي ما انت شايف. طبعا النتيجة جميلة جدا. طبعا انت ممكن تاخد اي تصميم من دول وتعدل عليه، لو في اي تعديل بسيط ممكن تعدله عادي خالص. وتعالوا نعمل كمان تصميم. مثلا خلينا نعمل بانر لماتش، والماتش هيكون لريال مدريد وليفربول. وبعدين هضغط جنريت. زي ما انت شايف النتيجة جميلة جدا، وبالذات اول تصميم. طبعا لو عاوز تحمل اي تصميم من الثلاث نقط دول هنضغط داونلود. الحاجات اللي ممكن نعملها برضو اللي احنا هنستخدمه في المونتاج. طب ازاي نستخدمه في المونتاج؟ ممكن نخلق مشهد احنا عاوزينه في المونتاج. يعني انا مثلا عاوز مشهد يكون واحد واقف في الغابة وفي ريحه الكلب بتاعه. فتعالوا نكتب كده ونشوف. بس المرة دي هنكتب وصف دقيق زي ما انتوا شايفين. بعد كده بنختار الستايل بتاع الصورة والمقاس برضو بتاع الصورة. وبعدين بنضغط جنريت، والنتيجة زي ما انت شايف بيرفكت. وعاوز الصورة تكون واخدة الطابع الكرتوني. هعمل ايه؟ اول حاجة هعملها هغير الستايل واخلي ستايل الصورة اللي هو الستايل التاني اللي هو الستايل الكرتوني. بعد كده بكتب المشهد بتاعي بالتفصيل واضغط جنريت. زي ما انت شايف النتيجة مرضية جدا. مثلا انا لو بعمل فيديوهات الوايت بورد انيميشن، طبعا فيديوهات الوايت بورد انيميشن بيكون الشخصيات مرسومة او بيكون الاشكال اللي موجودة عامة مرسومة. فانا عاوز ستايل الصورة يكون مرسوم. بكل بساطة برضه هنكتب وصف الصورة اللي احنا عاوزينه، وبعدين من الستايل هنختار الستايل التالت. مش هنختار الستايل الاولاني او التاني، لا هنختار التالت. وبعدين نضغط جنريت هيطلع لي الصورة زي ما انتوا شايفين كده مرسومة، وتقدر تستخدمها عندك في قصة مثلا او في فيديوهات الوايت بورد انيميشن. بس يا سيدي الموقع مجاني 100%، وهتلاقي رابط الموقع في الوصف. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وبس كده، في امان الله.